أولا مبروك للمنتخب الوطني المغربي الفوز ديالو في المباراة الأولى في الكان، لكن هذا ما كيمنعش أنه ظهرت بعض المشاكل أو النقط السوداء في المنتخب الوطني المغربي. أولها هو دخول سيس أساسي واللي ما كانش موجود صراحة بدنيا، وممكن يكون اختيار خاطئ من الركراكي. هنا نقدروا نقولوا أن العاطفة لعبت دور، وهذا موضوع آخر اللي تحدثوا فيه يعني مجموعة من الصحفيين ومجموعة من المحللين. كان يقدر يكون شي واحد آخر مكان سايس، لكن للأسف والإصابة ديالو في هذه المباراة بيّنت حقيقة هذا الكلام. النقطة الأخرى الثانية هي احتفاظ بعض اللاعبين بالكرة، منهم إبراهيم دياز، منهم أوناحي، واللي ما كيعطيش مساحات أكثر واللي ما كيعطيش فرص أخرى للتقدم للأمام، وهذا اللي صحّو الركراكي في الشوط الثاني. نقطة أخرى إلا لاحظتوا أنه لم تتم ولا تسديدة واحدة على المرمى، نقدروا نقولوا وحدة إلى 2 الأكثر على ما أظن، أو منعدمة إلى أقصى درجة. ما عرفناش علاش في هذا الماتش هذا ما كانش تسديدات من خارج المرمى، خصوصا في الشوط الأول اللي استعصات علينا أننا نسجلوا الهدف الأول. وإلا لاحظتوا أيضا، وهذه هي النقطة الثالثة التي أريد أن أشير إليها، أنه كان اللعب فقط في العمق، يعني لم نرى اللعب على الطرفين على عكس الشوط الثاني، هذا الذي أتحدث عنه فقط في الشوط الأول، وطبعا اللي تم تصحيحه في الشوط الثالث. نقطة أخرى ربما تكون بانت لكم حتى هي، وهي اختلاط المراكز. يعني ما شفناش رحيمي كرأس حربة حقيقي، وما شفناش الصبر يعني في الجهة اليسرى كجناح حقيقي. في بعض اللحظات كنا كنلقاو يعني تضارب في المراكز، وكيوقع اختلاط وتكدس في بعض الأحيان في بعض الجهات. في الشوط الثاني أيضا تم تصحيح هذا الأمر بإدخال الكعبي، واللي عطى الأكل ديالو، اللي لعب كرأس حربة داخل المربع، هو اللي ما كانش في الشوط الأول. السؤال هو علاش الركراكي ما بداش بالتشكيلة اللي دخل في الشوط الثاني، وهي اللي كنا كنتوقعوا أنه غادي يدخل بها. ربما سيتم تصحيح الأمر في المباراة القادمة، وهذا ما نتمناه إن شاء الله. النقطة الأخيرة وهي المشاكل في الدفاع. يعني في بعض الأحيان كنا كنشوفوا أكرد يقوم بدور لياميق، رغم أن المكان كيكون ديال لياميق، ومع ذلك لياميق كيتعطل في التغطية، وكنقدوا أكرد اللي بدوره حتى هو قام بأخطاء قاتلة، وجوج المرات كان غيتسجل علينا الهدف. هذه بعض الأخطاء التي يجب تداركها في المباريات القادمة، إضافة إلى إيجاد حلول خصوصا مع المنتخبات اللي كترجع للوراء وما كتخليناش نسجلوا. المنتخب اللي كيلعب معنا الكرة، صراحة المنتخب اللي كيلعب معنا الكرة ما كنلقاوش معه صعوبة، بحكم أن اللاعبين المغاربة يمتازون بفرديات عالية جدا. إذن هذا رأيي، والله أعلم، ممكن يكون صائب ممكن يكون خاطئ. نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني المغربي في قادم المقابلات إن شاء الله، والتأهل إلى الدور المقبل والظفر بالكأس إن شاء الله.